تخطط حكومة أوروميتشي في منطقة شينجيانغ ذاتية الحكم لقومية الإيغور تركستان الشرقية لبناء وترميم 32 مدرسة ورياض للأطفال. وفي الوقت الحاضر تم البدء بتنفيذ 25 مشروعا، وسيتم الانتهاء من مشروعات أخرى بحلول سبتمبر القادم. وتكمن المشكلة في أن العمال المنتقلين من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى يجبرون على العودة إلى أماكنهم الأصلية، وقد أصبحت أوروميتشي الآن مدينة فارغة. بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومة الصينية باحتجاز الإيغور مؤقتا في مراكز التأهيل والتعليم الثقافي، وبذلك تقوم الحكومة بأخذ الأطفال إلى مراكز دور الأيتام، ولا يتم إعطاؤهم فرصة طبيعية للذهاب إلى المدارس. وهنا يكون السؤال: إلى أبناء من يتم بناء هذه المدارس الجديدة؟ اجتمعت وزارة الخارجية الأوزباكستانية في 18 من يوليو مع الممثل الخاص لأفغانستان، وتبادل الآراء حول القضية الأفغانية. كما ناقش الاجتماع قضايا أخرى على أجندة العلاقات بين أوزباكستان والولايات المتحدة. ذكرت وسائل الإعلام العراقية في 16 من يوليو أن الاحتجاجات في الجزء الجنوبي من البلاد انتشرت من البصرة إلى عدة مدن ومحافظات أخرى. وقد بدأت هذه الاحتجاجات منذ بداية هذا الشهر في بلدة منتجة للنفط جنوب العراق وثاني أكبر مدينة في البصرة، وانتشرت إلى ميسان والنجف، بالإضافة إلى خروج مظاهرات في العاصمة بغداد. وأكدت وزارة الصحة العراقية أنه حتى 15 من هذا الشهر قتل 4 أشخاص على الأقل في المصادمات أثناء الاحتجاجات، وأصيب حوالي 140 شخصا بجروح. وفقا للناشطين ورجال الإنقاذ، شنت القوات الحكومية السورية هجوما عنيفا على القنيطرة في الجنوب الغربي ذا الكثافة السكانية العالية، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وإصابة 100 آخرين. واستهدفت الضربات الجوية المستشفى الوحيد في المدينة، مما جعله غير صالح للعمل. وقامت الحكومة باتفاقية مصالحة استهدفت بشكل رئيسي مفاوضات مع القرى التي وقفت في وجه الحكومة لسنوات عديدة ولم تستطع الحكومة السيطرة عليها. ذكرت اليونيسيف في بيان لها أن 2300 شخص فقدوا حياتهم خلال 13 شهرا الماضية بسبب مرض الكوليرا، وبسبب عدم توفر العناية الطبية والحروب التي لا نهاية لها، وأنه لا يمكن القيام بأعمال الإنقاذ في الوقت المناسب. ومنذ أبريل 2017 انتشر وباء الكوليرا في البلاد، ومع ذلك فقد بدأت منظمة الصحة العالمية بالعمل على الوقاية من انتشار هذه الأمراض.